اخواتي وحبايبي طلاب الثانويه العامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا في ناس دلوقتي بتعيط وفي ناس بدات تستسلم، واللي فيه بيقول لنفسه انا خلاص راحت عليا. بس في نوع رابع من الناس قرر ان هو يستجمع نفسه ويلم المنهج ويخش الامتحان يكسر الدنيا. في الفيديو ده ان شاء الله هقولك على خطه مذاكره 15 يوم بس هتلم بيها المنهج كله، وكمان هقولك على 7 نصايح في اخر الفيديو مهمين جدا جدا جدا. بس قبل بقى ما نبدا في الفيديو بتاع النهارده، دوس لايك للفيديو واشترك في القناه، علشان الفيديو اللي هينزل بعد ده باذن الله هكلمك فيه عن الشوامل، وهيكون قوي جدا وهيغير نظرتك تماما عن الحل. يلا بقى من غير مقدمات كتير نبدا في الفيديو بتاع النهارده. بص، انت دلوقتي عندك 15 يوم وعايز تلم فيهم المنهج، فانت هتقسم ال 15 يوم دول ل3 اجزاء. اول جزء ال 10 ايام الاولى، ثاني جزء اليوم ال 11 وال 12 وال 13، والجزء الاخير اليوم ال 14 وال 15. يعني هنقسمهم ل 10 ايام و3 ايام ويومين. تعالى بقى اقول لك تعمل ايه بالظبط. اول 10 ايام هتلم المنهج كله، وكمان هتحل اسئله على كل اللي انت ذاكرته في ال10 ايام دول. طيب تلم ازاي المنهج كله في ال10 ايام دول؟ عليك ببوكسات المراجعه. هتخش على مدرس مشهور لكل ماده وهتلاقيه جوه قناه اليوتيوب بتاعته منزلك قائمه تشغيل، هتلاقيه بقى شارح لك كل باب عليك في المنهج في فيديو واحد بس. فانت المطلوب منك ان انت تسمع كل باب بتركيز وتسرع الفيديو على حسب السرعه اللي هتخليك انت تستوعب الكلام وتنجز في الوقت، مش السرعه اللي اصحابك ماشيين بيها. والحته دي مهمه، لازم عشان تيجي تسرع اي فيديو بتسمعه تكون عارف قدراتك على الاستيعاب من السرعه دي، وتمشي على حسب قدراتك اللي ربنا خلقك بيها، مش قدرات حد تاني. طيب انا دلوقتي دخلت على الباب الاول وسمحته وانجزت وقت، اعمل ايه بعد كده؟ هتخش تحل وتطبق بايدك وتصحح غلطاتك بنفسك، وتكتب الغلطات كلها اللي انت غلطت فيها في كراسه الغلطات بتاعتك. والتركايه هنا بقى في الكراسه دي، والله زي ما بقول لك كده، علشان الكراسه معلش في افتتاح سايبر في وشنا. بص انا هنطلع المايك كده علشان الصوت ده ما يطلعش في الكاميرا. المهم كراسة الغلطات دي مهمة ليه؟ علشان هتكون مرجع ليك باذن الله الفترة الجاية لاهم الافكار والحاجات اللي انت غلطت فيها وانت بتحل، علشان لما تجيلك اخر السنة تحلها وما تغلطش فيها باذن الله. طيب نيجي بقى على الجزء الثاني من خطة ال 15 يوم، اليوم ال 11 وال 12 وال 13. هتراجع في ال3 ايام دول مراجعة سريعة على كل اللي انت ذاكرته ال10 ايام اللي قبليهم، علشان المعلومة تتحفر في دماغك وما تقدرش تطلع بره دماغك ابدا. وخلي بالك مش لازم في المراجعة دي تبص على كل كلمة، انت هتبص على العناوين والرسومات المهمة والملاحظات اللي انت كتبتها، وكمان تراجع الاسئلة اللي انت غلطت فيها ولقيتها صعبة وتركز على التغيرات. والجزء الثالث من الخطة بقى اليوم ال 14 وال 15، ودول هتقعد تحل فيهم اسئلة امتحانات شاملة، والسؤال اللي يقف معاك اوعى تغشه. انت خلص الامتحان بتاعك وادي لنفسك بعديها درجة حقيقية، واعرف الغلطات بتاعتك وسجلها علشان ما تغلطش فيها تاني، وهكذا بقى كل امتحان تحله صحح غلطاتك وسجلها عندك. طيب نرجع بقى لل10 ايام الاولى، اذاكر كام ماده في اليوم فيهم وايه الاحسن ليا؟ بص، عايز مني انت خلي كل يومين او 3 ايام ورا بعض لماده واحده بس وركز فيها، يبقى انت ماسك يومين او 3 ايام لماده واحده بس علشان ما تتشتتش من المواد التانية. بعد ما تخلصها خش على ماده جديده، خلص الماده الجديده خش على ماده بعديها، وهكذا لحد ما تخلص كل المواد اللي عليك في ال10 ايام دول. طيب نيجي بقى للجزء الثاني بتاع النهارده، اقوى 7 نصايح ليك لازم تعملهم الفتره دي. والنصيحه رقم 1، ذاكر بذكاء مش بكثره، لان مش مهم تذاكر 10 ساعات في اليوم وتخرج بزيرو معلومه. ركز على المذاكره النشطه، اسال نفسك، ارسم، فكر، تخيل شكل الامتحان هيجي ازاي، وافتكر ان المعلومه اللي انت مش هتحل بيها هتطير منك في ثانيتين. ونصيحه رقم 2، خطط ليومك قبل ما يبدا، يعني اكتب في ورقه كده قبل ما تنام هتعمل ايه اليوم اللي بعديه، هتصحى الصبح تعمل ايه، تلاقي ورقه فيها كل اللي انت هتعمله، وده علشان لما تصحى تلاقي جدولك مستنيك هتحس ان انت متوجه ومش تايه. ورقم 3، ابعد عن الفوضى الالكترونيه، لان مش اي فيديو تسمعه هيفيدك ومش اي بوست تقراه على الفيسبوك هينفعك. فانت خليك على مصادر معينه موثوقه، زي قنوات اليوتيوب التعليميه اللي بتشرح المنهج وبتختصره، وزي كمان الجروبات اللي بتنزلك ملخصات والاخبار الجديده من الثانويه العامه، او القنوات اللي بتساعدك الفتره دي اللي انت تركز في المذاكره، وهكذا. رقم 4، الموبايل ده اكتر عدو ليك الفتره دي. انت لو بتفتح الموبايل بتاعك كل 5 دقايق فللاسف انت بتضيع وقت مش بتذاكر، فانت لازم تتاكد ان انت بتذاكر في بيئه هاديه وتبعد عنك كل المشتتات والملهيات اللي ممكن يسحلوك عن المذاكره. ورقم 5، الفتره دي يعني الاسئله ثم الاسئله ثم الاسئله، لان المعلومه مش بتثبت غير لما تحل بيها. يعني مثلا لو حليت 200 سؤال عن الاحياء، لما تخش تمتحن ماده الاحياء اخر السنه دماغك هتتعامل مع الامتحان كانه صديق قديم، مش كانه امتحان جديد، لا بالعكس. فانت لازم تحل امتحانات السنين السابقه، وتخش على القناه بتاعتي هتلاقيني حاطط لك لينك جروب الواتساب بتاعنا، بنزلك فيه جريده الجمهوريه لكل المواد والتسميعات والامتحانات بتاعتنا بتاعت الدرس، واي حاجه بلاقيها جديده بنزلها لك عليه. ورقم 6، لازم تهتم بجسمك ونومك،
لان جسمك مش مكنه، لازم ينام كويس ويشرب ميه كتير وكمان ياكل كويس. فانت لازم الفتره دي تنام كويس من 6 ل 8 ساعات، وما تذاكرش وانت صايم، تذاكر وانت واكل اكله خفيفه وازازه الميه بتاعتك جنبك علشان انتاجيتك تبقى اعلى في المذاكره. رقم 7 والاخير عندنا النهارده، خليك قريب من ربنا، ودي مش نصيحه تقليديه، دي اقوى طاقه ممكن تمشيك. فانت كل يوم كده خصص دقايق للاستغفار ودعاء وركعتين لله عشان ربنا يوفقك. وخليك متاكد ان انت لو خدت بالاسباب واشتغلت دلوقتي ربنا هيوفقك، وهتلاقي نتيجه اخر السنه ما كنتش تحلم بيها. وبكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده، وباكد عليك تاني اتاكد ان انت مشترك في القناه علشان الفيديوهات الجايه توصلك في ميعادها باذن الله ومفيش حاجه تفوتك. سلمتم يا شباب، دمتم في امان الله، سالمين امنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.